لا توجد قوة تمحو الذكريات ولا حتى الأيام ولا أعوام. هذا ما نجده عند رجل كانت له مسيرة خالدة في ملاعب كرة القدم، فقد عمد إلى إنشاء ملعب يجسد من خلاله ذكريات الزمن الجميلة. اليوم سنشهد وإياكم افتتاح ملعب الأحرار بقيادة الكابتن عايد عليوي، وستكون المباراة الافتتاحية بين رواد الحيرة التي تجمع في طياتها ذكريات الزمن الجميل. لاعبنا ما حد يقدر له من توصل الطوبة برجله، الغيرة وارد هم اهله من اهله رابع غيره، الملعب صاير بس ياهو على الكاس ينافسنا، ايش حد اللي يوصل يمحدنا يمحدنا الدنيا تموش، يمحدنا الدنيا تموش. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربت ماي عند الفوز هو سيف المجرب، هو سيف المجرب. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربت ماي عند الفوز هو سيف المجرب، هو سيف المجرب. واحد ومشقاوة يفوق طوله جنة ملوية، من يركب يغز القاع هجمة وغزة أرضية، واحد ومشقاوة يفوق. والآن معنا الكابتن عايد عليوي صاحب هذا المشروع. كل عام وانت بألف خير كابتن. أهلا وسهلا وألف خير أنت وأصحاب الكاميرا اللي وياك. شكرا جزيلا. زين كابتن، ما هو الهدف من إنشاء هكذا مشروع؟ الهدف من إنشاء هذا المشروع أولا بناء مدارس للشباب الصغار الأشبال، والثاني إعادة الرواد اللي تركوا الرياضة، لأن الرياضة هي شنو؟ أمل الجماهير، والرياضة حب وطاعة واحترام. فإحنا بهذه المناسبة وبهذا الملعب إن شاء الله نرجع الرياضة اللي انتهت بالحيرة، وبهذا المشروع نتعلم ونعلم الشباب على الحب الصحيح للرياضة. نعم كابتن، هناك كلام يقال انك تستلمت دعم من الحكومة او من جهة رسمية، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام لا صحة إليه. كل اللي دعمني يقول أنا دعمته، بس أنا قدام الكاميرا وقدام هذا الجمهور وقدام أهالي الحيرة كلها أقول هذا المشروع عقد من البلدية وبأجور سنوي من جيب الخاص، غير هذا ماكو. يعني ما واجهتم او ما استلمت اي دعم من جهة رسمية؟ لا دعم من أي جهة، أي دعم ماكو. شكرا جزيلا كابتن. شكرا جزيلا. رغم جروحه ما يتعب هذا السيف المجرب، مجروحه ما يتعب هذا السيف المجرب. الساحة بس احنا نلعب، عدنا الصعب لا ما يصعب، انت ابونا ما نتعب ما نتعب قومية شباب، لا 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 ما نتعب قومية شباب. لاعب نحط بهجمات الطوبة شكها بكلات، كلها تسولف بضربات، ضربات الكور يشيله، ضربات الكور يشيله. مقاتل هو من يلعب يخلي الوطن بعيونه، الفرق تحسب الحساب فانهم لا يغرونه. مقاتل هو من يلعب يخلي الوطن بعيونه، الفرق تحسب الحساب فانهم لا يغرونه. حلوت الطبعه اللي يسوي البراسه، يعني الفوز الا الفوز هذا الكاس بس كاسه. تدنقوا يا اخي شو اسوي لك؟ مشكلتك يعني الفوز الا الفوز هذا الكاس بس كاسه. رجعوا هو سيف المجرب، هو سيف المجرب، هو سيف المجرب.
لاعبنا إذا يهجم يعني دقة الغارة، يدخل الخصم انذار لأن لاعبنا طيارة. بلدي لا استثمار شو استثمار يوقف بوجهه بطل ما يقدروا له، تاريخ نصر وامجاد بالعالم يشهدونه. ابن الرافدين اسمه هو السيف المجرة، ابن الرافدين اسمه هو السيف المجرة. لاعبنا ما حد يقدر له، من توصل الطوبة برجله، الغيرة وارث هم اهله، من اهله رابع غيره، الملعب صاير بس انه ياهو على الكاس ينافسنا، ايش حدنا يوصل يا محدنا، يا محدنا الدنيا تموت، يا محدنا الدنيا تموت. رابع غيره ها وديه الكابتن صباح اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا مرحبا، انا اتشرف بكم قناه الحيره، وما عندي غير انه اذكر انه اليوم احنا تواجدنا هنا بناء على نعم كابتن كيف شاهدت اجواء افتتاح هكذا ملعب؟ والله فشي سر يعني بصراحه، يعني وهذا يصير فد ملتقى للرياضيين، وبنفس الوقت يصير منجم لبروز الطاقات والمواهب، وعندنا فكره يعني بهذا المكان. يعني يمكن اريد اسبق يعني اسوي سبق يعني صحفي لكم. نعم كابتن. احنا عندنا فكره انه نفتتح هنا مدرسه كرويه من اعمار يعني من 2002 الى 2008، يعني يمكن هذول الاشبال احنا نقول او البراعم ممكن يطلع بهم مواهب يعني المستقبل تفيد المحافظه وتفيد حتى المنتخبات العراق الفئات العمريه. نعم شكرا جزيلا لك كابتن. الله يخليك، مشكور جدا، واني اتشرف بكم على اللقاء الشيق. شكرا جزيلا لك كابتن، الله يخليك. دم اخوتكم الشجعان اللي استشهدوا على الحق درس منهم تعلم. رحت من قلبنا عرفت من هذا الفرس والمنتخب رائد من رواد فريق الزوراء الكابتن سعد الشمري، اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابتن كيف شاهدت اجواء افتتاح هذا الملعب؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شاهدت هذا الملعب الجيد، وكما ابارك لاخي وصديقي الاخ عايد عليوي لاعب فريق الزوراء السابق، وهاي مبادره جدا رائعه وجميله،
أناشد بها كافة المسؤولين القائمين على في الحيرة على الرياضة بتوسيع هاي المبادرات وافتتاح ملاعب أخرى، لأنها المتنفس الأول والأخير في هذه الناحية. شكرا جزيلا لك كابتن. ألف شكر، الله يسلمكم. شكرا. الخاطر الشباب اخوتكم الشجعان اللي استشهدوا على الحق غرس منهم تعالى منهم من الفرح غنى فرحة بالقلب طبلة راح تتمنى هذا الفرح والمرتكب وحاجة. مباراتي الافتتاح كانت بعنوان ذكريات لا تنسى، فقد حملت في طياتها ذكريات اللاعبين الرواد في ناحية الحيرة. كل الشكر والتقدير للاعبين، كل الشكر والتقدير للجمهور الذي استمتع في هكذا افتتاح، كل الشكر والتقدير للقائمين على إنجاز هذا المشروع، ومبارك للكابتن عايد عليوي. كان معكم محمد الكعبي لقناة الحيرة اليوم.